مرحبا. مبادئ علم توازن المجموعات المادية، عملي ميكانيك 2، سنة ثالثة رياضيات. مثال 1: جسم صلب مكعب الشكل ينزلق على مستوي مائل خشن، زاوية ميله على الأفق ألفا. ثقل المكعب B، طول ضلع 2A، عامل احتكاك الانزلاق F، تؤثر في رأسه العلوي اليميني B قوة أفقية F تتجه إلى اليمين. والمطلوب تعيين القوة F في الحالات التالية: 1. إذا كان الجسم على وشك الانقلاب حول حافته اليمنى السفلية A، يعني هون هذا الجسم هياته مكعب الشكل بتحرك على مستوي مائل، افترضت هو المحور إكس والعمود عليه هو المحور واي. هالمستوي المائل هذا يميل على الأفق بزاوية ألفا. الجسم هذا المكعب الشكل طول ضلعه 2A، هاي A و A هون بالنسبة لمركز ثقل. هاي الثقل شاقولي عمودي على الأفق B، وهاي القوة الأفقية هياتها F تميل على حافة المكعب بالزاوية هون ألفا. المطلوب مني إنه أشوف حالة الانقلاب لهذا المكعب حول A. طبعا أنا هون ما درست حالة الانزلاق لأني أعطيتها بالمحاضرة النظرية، فبدي أسلط الضوء على الانقلاب حول النقطة هاي هون A. القوة اللي بتأثر على المكعب هي B الوزن الذاتي، وF ورد الفعل. هون فيما يتعلق بالحل في عندي ملاحظة مهمة يجب أن ندركها، أنه في حال كان الجسم على وشك الانقلاب حول النقطة A هاي هي، فإن رد الفعل إن يعني المركب الناظمي لرد الفعل إن يطبق في النقطة A، نتركه يؤثر في النقطة A بشكل عمودي على المحور X كما هو موضح بالشكل. إذا صار معي القوة المؤثرة: الوزن الذاتي له مركبتين، واحدة على المحور إكس هون هاي بي إكس، وواحدة على البي واي. ورد الفعل قلنا لأنه انقلاب تؤثر وين؟ في النقطة A هون. وعندي القوة هاي أفقية اللي عم بتأثر على المكعب من الحافة العلوية البي، لها مركبتين اف اكس واف واي. طبعا هون بالإسقاط يعني وفي عندي رد الفعل هون، رد الفعل R له مركبتين الحقيقة T و N. ملاحظة انه هون التي يساوي صفر، معدومة. ليش؟ لانه انا ما طلبت الانزلاق، يعني ما في انزلاق، ما في جهة حركة، فقط انا طلبت هو المكعب بده ينقلب حول A، معناها تي ما هي موجودة، بالرغم انه المستوي خشن يعني كان في احتكاك، ولكن هذا الاحتكاك يبرز إذا تحرك المكعب. هون أنا بدي ينقلب حول إيه، معناها فقط أنا باخذ بعين الاعتبار المركب الناظمية إن. برجع بشوف القوة، إذا الثقالة له مركبتين بي إكس تساوي بي بساين الألفا. هاي هي البي إكس، لاحظوا هاي الإسقاط بي هون، أسقطته على المحور إكس، هاي البي إكس، هاي الألفا هون مقابل صارت، إذا هون ساين، واسقطته على الواي صارت وين؟ بالتبادل الداخلي هون صارت كوساين. إذا الثقالة البي اكس مركبة على المحور اكس بي بساين الفا، والمركبة على المحور واي بي بكوساين الفا. وفي عندي القوة اف لها مركبتين ايضا، هاي ان اف اكس واف واي. هاي اف اكس هون الافقية اللي عفوا اللي توازي المحور اكس، وهاي الاف واي هون العمودية عليه. طبعا هون الزاوية هاي الفا، وبالتالي واحدة بالكوساين واحدة بالساين. إذا اف اكس بالكوساين الفا، والاف واي تساوي اف بالساين الفا. طبعا نطبق شروط السكون المعروفة بالإسقاط على المحور إكس. هاي اسقطت على المحور إكس، هاي هو هون تمام. إن باعتبارها تعامد محور إكس ما لها مسقط، معناها أخذت مسقط حل بي إكس إشارته ناقص لأنه المسقط عكس جهة المحور إكس، والإف إكس إشارته زائد لأنها تتطابق مع وين؟ جهة المحور إكس. هاي عوضت هون، إذا طلع معي اف بكوساين الفا ناقص بي بساين الفا يساوي صفر. هاي المعادلة رقم 1. الاسقاط على المحور واي اخذت بعين الاعتبار، ليكو اخذت بعين الاعتبار
البي واي هاي اللي لتحت إشارة سالب اللي هي المركبة الشاقولية للوزن الذاتي، ورد الفعل إن هياته عمودي على الإكس، هذون باخذ بعين الاعتبار وإشارته زاد لأنه يتجه للأعلى، وهي جهة المحور واي للأعلى. وعندي المركبة الشاقولية أو الإف واي للقوة المؤثرة اللي هي بتتجه للأسفل. عوضت إذا إن موجب ناقص البي بالكوساين الألفا ناقص اف بالساين الألفا يساوي صفر. هاي المعادلة رقم 2. هلا أخذت العزوم، المعادلة رقم 3 عزوم بالنسبة للنقطة هاي سي، يعني هي تقاطع العمود النازل من مركز ثقل المكعب مع المحور اكس، ها هي سي. العزم معروف، العزم اللي هو القوة ضرب الذراع، وإذا دار مع الساعة سالب، وإذا دار عكس الساعة موجب. طبعا في عندي بالنسبة للنقطة سي في عندي إن إلها عزم، تمام، اللي هو موجب، وعندي الحقيقة بي اكس ساي لها عزم بالنسبة لسي، وعندي الاف اكس لها عزم بالنسبة لسي، والاف واي ايضا لها عزم بالنسبة لسي. طبعا القوة ضرب الذراع بدلت تون، الذراع كان هون بالنسبة للمركبة البي اكس هو اي بي ساين الفا ناقص ذراع بالنسبة للاف اكس هون اللي هي 2 اي، صار ذراعها اذا 2 اي بالاف بالكوساين والفا ناقص اي اف ساين الالفا زائد اي بان، يعني ذراع الان بالنسبه لسي هياته الايه من هون لهون، هاي انا راسمه فوق، هياته هاي هو من هون لهون ايه، شايفين هاي الان تتجه بالشكل هذا، وهاي ذراعها بالنسبه ل يعني مر لي هون خط من هون بتقاطع مع السي، هاي الذراع اللي هو ايه. طلع معي المعادله رقم 3 هي اللي هي حكيناها قبل شوي. بحل هالمعادلات هذول الثلاث، هذول المعادلة رقم 1 ها هي، المعادلة رقم 2 ها هي، والمعادلة رقم 3 ها هي. بحل هالمعادلات والتنظيم، طبعا معادلات هذول الأعلى الموجودات فوق، نجد إنه اف تساوي بين قوسين كوساين الألفا زائد ساين الألفا على 2 كوساين الألفا مضروب بالوزن الذاتي ب. يعني أشكر حسن استماعكم وشكرا.